لاحظت إن جسمه من تحت طويل، وقلت لنفسي ليه ما عملتش كده مع ورده؟ أنا لسه ما اتجوزتش ولسه سني كبير. طب أنا ممكن أستمتع وأعمل كده لحد ما يجي وقت الحنان ويتجوزني. بصراحة قعدت قدام الحمار وهو كان مبسوط، لأنني كنت بديله أكل كل يوم وبراعيه. خدت الجهاز الطويل بتاعه وبدأت أستخدمه لحد ما لاحظت إنه نزل لبن كتير وكان مبسوط. أهلا بكم يا أجمل متابعين في قناتكم. النهاردة هقدم لكم أجمل القصص، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بتحكي صاحبه القصة وبتقول أنا بنت من الريف ومن عيلة فلاحين، بعيش مع أبويا وأمي. عندي 30 سنة وكل إخواتي اتجوزوا، وأنا اللي قاعدة مع أبويا وأمي لوحدي. لسه النصيب مجاش، رغم إن اتقدم لي عرسان كتير، لكن لحد دلوقتي مفيش نصيب. طبعا كل حاجة بيد ربنا. أنا بصراحة بساعد أمي وأبويا في البيت، بنظف البيت وأعمل الأكل وأخدمهم لأنهم كبار في السن. وعندنا في البيت حاجات بسيطة زي تربية حيوانات صغيرة. عندنا كبش صغير وحمار صغير، وأبويا بياخد الحمار كل يوم عشان يجيب الخضار ويرجعه بالعربية بتاعته. كمان عندنا بقرة صغيرة وعجل بربيهم، ولما بيكبروا شوية بنبيع منهم ونعيش من لبنهم. في يوم من الأيام وأنا زي كل يوم بنظف الزريبة بتاعة الحيوانات، دخلت عندهم عشان أديهم الأكل. الحيوانات هناك بتحبني جدا، وأنا بحبهم برضو. لما أدخل عندهم بحط لهم الأكل وأطبطب عليهم. الحمار بحط إيدي على ظهره وأطبطب عليه، وأنا كمان اللي بحلب البقرة كل يوم، بجيب اللبن منها وأغسلها. في يوم من الأيام صحيت لقيت نفسي دخلت الزريبة. قلت لنفسي يا ترى أنا كبرت كده ليه؟ عندي 30 سنة ولسه متجوزتش. نفسي أعيش حياة حلوة ويفرح قلبي ويكون معايا راجل زي فارس أحلامي. أتصور شخص طويل وعريض، ابن حلال، يقف جنبي في الدنيا ويكون شريكي، ده اللي أنا بحلم بيه. دخلت الزريبة عشان أنظفها، ولقيت الجاموسة قاعدة. قعدت أطبطب عليها وحلبت منها اللبن. اللبن ده كل يوم بنبيعه عشان نكسب منه، وعادة ماما وبابا بيشربوا منه. كنت شافطة اللبن، وفجأة سمعت الحمار بينوح بشدة. قلت له مالك؟ إيه اللي زعلك؟ بصيت لقيته قاعد زي العادة، والأكل قدامه فملوش مبرر. حطيت إيدي على ظهره وطبطبت عليه. فجأة لقيت حاجة غريبة، شفت حاجات مدلدلة منه وطويلة كده، وقلت إيه ده؟ تفاجأت بالحجم الكبير للحاجات دي. ومع ذلك أنا بحبه وهو كمان بيحبني. هو متآلف معايا عشان أنا بديله أكل كل يوم هو وباقي الحيوانات. بصيت تاني لقيت جسمه من تحت كبير وطويل وعريض. طبعا ده حمار مش فاهم حاجة، ممكن يضرني، يعورني، أو يضربني برجله. بس هو متآلف معايا جدا، لأني كل يوم بنضف مكانه وبأكله وباخد بالي منه. فالمهم نضفت الزريبة وبصيت عليه وقلت في نفسي إيه كمان؟ عايزة أجيب له أكل تاني؟ لكن كنت مشغولة ومش عارفة. قلت الحيوان ده مش هيفهم، ممكن يأذيني. فخدت اللبن ودخلت، خرجت من الزريبة ودخلت البيت علشان أسخن اللبن لوالدي ووالدتي وأسقيهم. قعدت أفكر لقيت نفسي مشغولة، وفجأة لاحظت إني ما اتزوجتش لسه، وكنت نفسي أعيش مع شخص يشاركني حياتي ونجيب ولد حلو كده. ثم لقيت نفسي سرحت وصورة الحمار قدامي، وأنا ماسكة جسمه من تحت وأحاول أشد فيه، وهو بينزل حاجات غريبة. حسيت إني مجنونة. المهم بعد شوية قمت ورجعت للزريبة وبصيت على الحمار تاني. رحت أكلمه وقلت له إيه يا عم، عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ هو بص لي مستغرب، يعني ليه قاعد جنبك كل شوية كده؟ فكنت بطبطب عليه وأشد جسمه ودانه والعب معاه. لاحظت إن جسمه من تحت طويل، وقلت لنفسي ليه ما عملتش كده مع ورده؟ أنا لسه ما اتجوزتش ولسه سني كبير. طب أنا ممكن أستمتع وأعمل كده لحد ما يجي وقت الحنان ويتجوزني. بصراحة قعدت قدام الحمار وهو كان مبسوط، لأنني كنت بديله أكل كل يوم وبراعيه. خدت الجهاز الطويل بتاعه وبدأت أستخدمه لحد ما لاحظت إنه نزل لبن كتير وكان مبسوط. وبصراحة كنت مستمتعة جدا بالموضوع ده وفرحانة به. فقلت لنفسي ليه ما أجيش كل يوم وأعمل كده معاه؟ هو حيوان ما بيفتنش ولا يعفن، واحنا الاتنين أصدقاء، لأنني كل يوم بحط له أكل وبراعي، والباب مقفول علشان محدش ياخد باله منا. أنا ممكن أعيش معاه كل يوم لغاية ما يجيلي نصيبي واتجوزنا. بصراحة هو كان طيب معايا جدا وتألفنا مع بعض جدا. بعد شهر تقريبا بدأت أدور عليه، وللأسف ما كانش فيه أي تطورات، وما كانش يعرفني ولا عرفت منه حاجة. كنت أتمنى ما كانش جاي أصلا. لما جاء ما قالش حاجة عن حياته. لقيت أبويا وأمي فرحانين،
وعايزين يخلصوا زواجي بسرعة عشان سني كبر. هو كان فرحان بالموضوع ده وحابب يتجوز بسرعة، لكن العريس كان عنده مشكلة صحية وكان بيحاول يتعالج. اتجوزنا بسرعة، وكل يوم كنت أكتشف إنه مش قادر يقوم بأي حاجة. قال لي إنه تعبان وعايز يتعالج، وطلب مني نصبر على بعض. هو ما قالش لأبويا إنه تعبان، وقال لي إنه كان قاصد يفرح يومين معايا وبس، وبعدين عايزني أعيش معاه براحتك. يعني وإنت يا بنت الناس لو إنتي حبيتيني ممكن تقعدي معايا؟ قلت له: طب وبعدين؟ وإنت والخلف والأمور اللي نتمتع بيها مع بعض؟ قال لي: براحتك بقى، ممكن نجيب حد يعمل معاكي، ممكن حد يعمل معاكي بدالي ويجيب عيلين حلوين، ونعيش مع بعض وإحنا متجوزين، وما يكونش ليك علاقة بأهلك ولا حاجة. بصراحة أنا مش موافقة على الموضوع ده، وعايزة أحكي لأهلي عن كل حاجة وأكلمهم في الموضوع ده، لأنهم استعجلوا عليا جدا وجوزوني بسرعة، وما كنتش أعرف عنهم حاجة. أنا دلوقتي تعبانة ومتضايقة جدا، فإيه رأيكم؟ قوليلي رأيكم بسرعة، وياريت تعملوا اشتراك للقناة وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك. إن شاء الله المرة الجاية هكون القصة جدا شيقة.